شبكة جمهور الملكي تقدم الحدث مع الملكي في فقرة أهلي زمان. ارميها بيدينه ليحيى عامر، ويحيى عامر رجعها المترو ثاني، وتذكر الحكم في هذه اللحظه يا سيداتي الساده، وينتهي الشوط الثاني بفوز النادي الاهلي. في عام 1982 وأثناء إقامة كأس العالم في إسبانيا، أعلنت وكالة الأنباء العالمية عن تعاقد النادي الأهلي السعودي مع مدرب منتخب البرازيل الأول ديلي سنتانا. وكان هذا التعاقد حديث وسائل الإعلام العالمية في عهد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير محمد العبد الله الفيصل رحمه الله. وأبرم العقد مع الداهية سانتانا الدكتور عبد الرزاق أبو داود، حيث حقق سانتانا مع الأهلي بطولة كأس الملك وبطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس الخليج. ولقب الفريق الملكي آنذاك بفرقة الرعب. إلى المنصة الملكية ليتشرفوا جميعا بالسلام على جلالة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، حيث يسلم جلالته كأسه الذهبية لقائد فريق النادي الأهلي من جدة، والميداليات الذهبية تسلم من يد القائد الغالي فهد بن عبد العزيز حفظه الله كأس جلالته الذهبية. كما يهدي جلالته أسلحة الذهبية لقائد فريق النادي الأهلي من جدة، ويتسلم لاعبو الأهلي الآن ميدالياتهم. هذا تاريخك يا